جائزة بوردة من مغاربة وأجانب. منافسات جائزة الحسن الثاني لبوردة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. ولبوردة مجموعة من الطقوس الاحتفالية الجماعية. وعلى مستوى المسابقات الرياضية هي تتمن إنجازات الفرسان والمواهب الأكثر إبداعا الفرسان مع احترام القواعد التنظيمية. الهدة والتشويرة وثلاث طلقات من البارود. على الصورة صربت المقدمة إبراهيم أكثر الفرسان تتويجا بطاقة السلام. هذه الصربة أنهت مسابقة اليوم بمجموع 72 نقطة فاصلة 70 وتمثل جهة كل من صربة مقدم حميد صرفاق الذي بدأ شابا والآن تمكنت من الفوز بالمرتبة الثانية بمجموع 72 نقطة فاصلة 66 وتمثل جهة مراكش آسفي. في اليوم الأول كانت المفاجأة السارة من توقيع صربات تشارك لأول مرة صربة ميرود غفداي عن جهة داخل وادي الذهب التي تحتل المرتبة الرابعة بصربة مقدم علي حيحي عن عمالة برسيف والذي يمثل الجهة الشرقية. على مستوى فئة الشبان المنافسة على أشوطها بين 6 صربات. الأكثر استعدادا صربة مقدم بدر زريزع عن جهة المرتبة الأولى في الترتيب المؤقت بمجموع 65 نقطة فاصلة 50. شكرا على المتابعة، نلتقي غدا بحول الله.